من انت؟ ايه اللي جذب حضرتك لتخصص التجميل وليه اخترت المجال ده اصلا يعني؟ اولا في ناس كتير ما تعرفش رحله طالب كليه الطب في الكليه. المفروض احنا بعد 6 سنين من الدراسه بيكون في ترتيب على حسب المجموع يعني في الكليه، فانا الحمد لله كنت من ضمن الاوائل يعني في الكليه، كنت طالع 28 على الدفعه. بعد كده بيتعمل تنسيق داخلي جوه الكليه، بنشوف يعني الاطباء دولت هيتوزعوا فين. فانا كنت حابب مجال الجراحه، كان كل اقسام الجراحه يعني مفتوحه قدامي. كان قدامي الجراحه العامه، جراحه مخ واعصاب، جراحه مسالك، جراحه تجميل، جراحه اوعيه دمويه، بس انا كنت منجذب اكتر لجراحه التجميل. كنت بحب التغيير في شكل او التغيير للاحسن دايما. كمان المجال جراحه التجميل مجال واسع، مش بس اللي هو منتشر على السوشيال ميديا اللي هو تنسيق القوام وشفط الدهون وشد الترهلات، لا ده في مجالات تانية كتيره، في مثلا جراحات الميكروسكوبيه، في العيوب الخلقيه، في تخصص كامل للحروق، في الاصابات، فهو مجال واسع جدا. مين اكتر شخص كان بيسبورت ويأثر فيك جدا جدا على مستوى مهني وعلى مستوى حياتك؟ دول كتير جدا، من اول البيت لحد اساتذتي في الكليه واخواتي والناس اللي طبعا القريبين مني جدا. انا اتعلمت من ناس كتير جدا. طبعا اساتذتي في الكليه ليهم فضل كبير جدا عليا، وتعلمت من كل واحد سواء الجانب المهني او حتى التعامل ازاي مع المريض والامانه في الشغل. طبعا انا يعني ما انساش دور اسرتي يعني في نجاحي الحمد لله، خصوصا والدي، يعني انا برضو بتعلم من شخصيته كتير جدا. صحابي طبعا كانوا بيسبورت بشكل يعني ممكن غير فاكر حد من صحابك؟ اكيد طبعا. مين؟ لازم الناس تعرف. في الدعم الغير مباشر، يعني هو ممكن صاحبي يكون بره المجال، بس اللي هو انت بتطلع منه من ضغوطات الشغل او بتاخد رايه بطريقه غير مباشره.